هنعمل النهارده اكتر وصفه ليها شعبيه ومحبوبه عندنا، الكشري المصري. هنعمله النهارده على اصوله والمكون السري اللي بيتحط على الصلصه وبتكون زي المحلات بالظبط. هنعمل الدقه والشطه بالطريقه الاصليه بتاعتهم باقل كميه مواعين ومش 10 حلل كمان. اول حاجه هنسلق المكرونه، اي نوع مكرونه، بالذات كمان لو سباكيتي على مكرونه اللي هي صغيره، من دي على دي. في حله على النار هنسلق المكرونه الاسباجيتي على الصغيره، معلقه من الملح على شويه من الزيت، وبتسيبي الميه لما تغلي. وبعد كده 10 دقايق، المكرونه ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق على النار او 9 دقايق بالظبط. وبعد كده بتبداي تعملي المكونات التانية عادي اللي تقدري تحطي في حله واحده. احنا مش عايزين نكتر حلل وحاجات من دي، هي حلتين بس. هنعمل حله فيها الرز والشعريه والعدس، والحله التانية المكرونه، وبعد كده بس الصلصه والشطه، ومفيش ابسط من كده. هي ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق. من الاكلات المحبوبه عندنا كلنا وعند المصريين بالذات، والمصريين مشهورين بالاكله دي. عايز تاكل ايه؟ طعميه لا كشري، اكلتين معروفين عندنا كلنا وبنحبهم، ولازم نعملهم على الاقل مره في كل اسبوع، وبتكون تحفه جدا والولاد بيحبوها. بعد كده في حله على النار بنجيب الحمص، بتكون انتي نقعاه بساعتين او عادي بتسلقوه في ميه مغليه، وتغطي عليه وتسيبيه يستوي براحته عادي، او تنقعيه في ميه مغليه، او تسيبيه على النار 10 دقايق ولا كده، الطريقه اللي انت تحبيها اعمليها. هنا بيغلي، وبعد كده بتغطي عليه وبتسيبيه براحته، بينتفخ وبيزيد وبيطلع معاكي احلى حمص. هنا هنعمل الشعريه. انا ميه مغليه في الكاتل، وبتبداي تنقعي العدس لمده 20 دقيقه او نص ساعه. ما بياخدش وقت وما بياخدش سوا كمان في ميه مغليه. او لو انتي مش هتنقعيه في ميه مغليه لمده ساعتين في ميه عاديه عادي. وبعد كده بتسوي الشعريه وتقومي حاطه الرز والعدس وبيستووا مع بعض زي الرز، بس ما تزوديش الميه بتاعته الطبيعيه عشان ما يعجنش معاكي وبيطلع معاكي تحفه جدا. يبقى هنا استخدمنا حله المكرونه وحله للرز بشعريه بالعدس، وبيطلع معاكي حلتين مفيش ابسط منهم، والمكونات كلهم في حلتين، ونقدر نعملهم في حله واحده. بس انا بحب كل حاجه لوحدها بتكون تحفه تحفه قوي. ما بحبش اكتر العدس، وكمان عشان الولاد وكده، فانت حابه تكتري العدس تقدري تعملي ضعف الكميه اللي انا بعملها. زي ما تحبي ضعفوها عادي. انا نقعت العدس لمده 20 دقيقه في ميه مغليه، وبعد كده حمرت الشعريه وحطيت فيها الرز، وبعد كده العدس، وبعد كده معلقه من الملح والميه المغليه عليه، وبتسيبيه يستوي. اول ما الميه بتنشف من عليه بتهدي عليه النار، وبيكون تحفه معاكي وبيطلع معاكي احلى رز. دي اسهل طريقه او ابسط حاجه لعمايل الكشري، تحفه، بيطلع معاكي تحفه. انا هنا بقلبه، بتسيبيه بقى على نار هاديه ومع نفسه بقى كده. عملنا المكرونه، عملنا الحمص، عملنا الرز والعدس والشعريه. بعد كده بتقطعي البصل. انا هنا عامله بصل ابيض، عامه ابيض احمر زي ما تحبي، الموجود عندك والمتوفر عندك. بتقطعيه جوليان، بتقطعيه صغير، بتقطعيه زي ما تحبي. كل بصلايه بتاخد معلقه من النشا، وانا بزود عامه مع النشا دقيق. فشوفي انت هتعملي بصلايه 2 3 زي ما تحبي، زي ما الولاد بيحبوا، او زي ما بتحبي تعملي كتير قليل، براحتك. كل بصلايه عليها معلقه من النشا، وبرده او دقيق او الاتنين مع بعض، بيطلع معاكي ناشف وحلو خالص. حابه تستخدمي البصل الابيض عادي، حابه الاحمر مش هتفرق. البصل الابيض عامه بيكون فيه نسبه تسكير، وبيفضل في الكشري كمان، لكن المحلات بيستخدموا الاحمر عشان الابيض بيكون غالي، بيجي عليه وقت بيكون غالي. فهو عامة الكشري بصل ابيض بيطلع معاكي تحفة، وعامة بينشف معاكي في الزيت وبيكون تحفة جدا. هو ده البصل الاساسي في وصفة الكشري. شوية زيت كده في طاسة على النار، وبتحطي البصل عامة النشا بيطلعه معاكي مقرمش، هو والدقيق. والبصل الابيض كمان في الكشري بيكون تحفة، بس عامة ابيض احمر اصفر مش هتفرق، اي نوع بصل عندك متوفر بيكون عادي موجود، بيكون تحفة. بعد كده هنعمل الصلصة تقدري تزودي فيها بصل، توم، فلفل حراق او شطة. تقدري تعملها بتوم، بس انا الصلصة اللي انا عاملاها فيها انا عاملاها بتوم. تقدري بصي الوصفة دي تعملي فيها اي حاجة. التوم على النار لما اول ما يبقى لونها ذهبي وكده بتحطي عليها الصلصة، والصلصة تكون حمرا. لو مش حمرا بتحطي عليها معلقتين من يعني انا عاملة معجون طماطم، تقدري لو هي مش حمرا عندك الطماطم
تقدري تحطي معلقتين من الصلصه الجاهزه، بتديكي حمار وبتكون تحفه وبتكون كويسه جدا. والصلصه بتكون بتاعه الكشري مش بتكون تقيله ولا خفيفه، بتكون وسط كده، وتكون لونها احمر وحلو. انا هنا حطيت، تقدري تحطي شطه حمراء مع الصلصه عادي، بس انا هحط الاتنين. حته الفلفلايه دي اللي هي الحراقه دي بتكون تحفه جدا مع التومه كده، وبتديها نكهه وطعامه تحفه. قلبي فيهم لغايه ما التوميه كده تبقى لونها ذهبي، وبعد كده بتحطي الطماطم. تقدري تحطي بصلايه، وبعدين التوم عادي. صلصه الكشري بتكون فيها بصل توم عادي، او تقدري توم بس. الصلصه بتاعتي كانت في التلاجة وفيها بصل كمان ومتفرزنه في الفريزر، وبعد كده حطيتها على التوم. هنبدا نحط البهارات: معلقه من الكزبره، معلقه من الملح، معلقه من الفلفل الاسود، وحابه تزودي اي نوع بهارات عندك كله عادي. وبنحط معلقه من السكر كمان عشان بتعادل عندك الحموضه وبتدي طعامه بتكون تحفه. معلقه السكر دي بتفرق معاكي كمان. وزودي معلقتين من الصلصه المعجون من الصلصه الجاهزه، بتكون تحفه. معلقه كزبره، معلقه فلفل اسود، ملح، كمون، كزبره، الطماطم مع الثوم مع البصل بتكون معاكي تحفه. بعد كده هنعمل الدقة. نص كوباية مية وعليهم خل وعصرة ليمون ومعلقة من التوم، معلقة من الشطة الحمراء، معلقة من الصلصة اللي احنا عاملينها كده بتديها لون حلو خالص. وبعد كده بنصفيهم بمصفى وبيطلع معاكي احلى دقة. وتقدري كمان تسويهم على النار، بتكون دافية وحلوة خالص، بتطلع معاكي تحفة. وبعد كده بتصفيهم، دي احلى دقة. يبقى معلقة من الشطة، معلقة من الصلصة اللي احنا عاملينها، معلقة من التوم، ليمون، خل، ميه، وبتصفيهم عشان تشيلي منهم الحاجات دي، وبتكون انت مدياهم غلوه كده على النار، تطلع معاكي احلى دقه. هنا البصل طلع ناشف ومقرمش وتحفه. هنحطه في طبق، ونحط الصلصه في طبق، ونحط الدقه في كوبايه عندك كده، او اي حاجه عندك. وبعد كده بتعملي لك طبق كده محترم كويس كده، تاكلي احلى كشري. الشطه بقى انا عملتها ازاي: خدت شويه من الصلصه اللي انا عاملاها وعليهم شطه حمراء اللي هي الناعمه دي الحراقه دي، زودتهم وسبتهم شويه على النار، بقت معاكي احلى شطه. وهنا الصلصه بوريكم ان هي مش تقيله ومش خفيفه. صلصه الكشري بتكون وسط كده، وانا زودتها معلقتين من الصلصه الجاهزه، وبقت معاكي اللون الحلو الاحمر ده. احنا حاطين بقى الحاجات قدامك، هي حلتين وطبقين كده، يعني مش كترنا حلل وحاجات من دي. بأقل كمية مواعين عملنا أحلى كشري، وأحلى طبق كشري، أحلى من المحلات كمان، وبيكون تحفة وزيه بالظبط. هتبداي بقى تعملي، تحطي الرز بالعدس الأول وبعدين المكرونة، زي ما تحبي تعملي طبقك المكرونة الأول وبعد كده تحطي الحاجات المكونات زي ما تحبي، وزي ما يكون موجود عندك، أو زي ما تحبي تحطي في المكونات. تحطي مكرونة سباكيتي بس، تحطي من دي على دي، تحطي الطبق، شكلي طبقك كده وخليه تحفة، بيطلع معاكي أحلى طبق كشري وأحلى من المحلات كمان. شوية كده رز كده بالعدس، كتري العدس او ضعف الكمية زي ما تحبي. انا عامة بحب الكشري وبعشقه كمان، رغم ان هو بيتعبني. وكمان بحب البصل وبقعد اكله كده اكنه شيبسي بالظبط، وبالذات لو كان البصل الابيض كمان بيديه قرمشة وبيكون مسكر وبيكون حلو خالص. عامة حطوا الدقة بتاعته في ازاز او حاجة عشان ما ينزلش كمية كبيرة، عشان ما يضيعش منكم طعم الكشري ويكون كله دقة او شطة او كده، عشان تحسوا بطعم الكشري كمان. الكشري طالع معانا مفلفل وطعمه خطير ورهيب. حاولت على قد ما اقدر ان انا اعمله في حلتين، اما الصلصة والحمص والحاجات دي فهي اختيارية، بتحطيهم في اطباق او كده، لازم تعمليهم في طاسة او في طبق او في اي حاجة. اما على قد ما اقدر عملت الكشري، المكرونه في حله والمكونات التانية في حله تانية، ما كترتش حلل او اطباق او حاجات كتير، حلتين بس. وممكن اعمله في حله واحده، بس على قد ما اقدر حاولت ان انا اعمله برضو للمبتدئين وكده. الكشري طعمه تحفه ورهيب، هيعجبكم جدا.